اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحلى مشاهدين في الدنيا، يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا في الأول لازم نذكر الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا وفي الأكل اللي بنعمله. بسم الله ما شاء الله. اللي حضراتكم شايفينه ده بانيه بكبدة الفراخ. طبعا اللي هيشوف الفيديو هيستغرب يعني ايه بانيه بكبدة الفراخ وازاي تعمليه، لان طبعا كلنا عارفين ان كبدة الفراخ ما تتحملش ان انت تقطعيها شرايح وتعمليها بانيه بالشكل الجميل ده. بس انا في الفيديو ده هعرفك ازاي تعملي كبدة الفراخ شرايح بانيه بالشكل الجميل اللي يفتح النفس ده. تعالى اقولك ازاي. معانا كبدة الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. عشان تقطعيها شرايح كده لازم بتكون على رف التلاجة يوم او يومين، منقوعة في خل وفي ليمون. حجمها بيتضاعف بالشكل ده، بتقدري تقطعيها شرايح بكل سهولة. وبعد كده معانا بيضتين عليهم رشة كمون ورشة فلفل اسمر، وبتنزلي بالكبدة في البيض. وبعد كده بتشيليها تحطيها في خلطة الفيجيتار، خشن وناعم وحار او بارد على حسب رغبتك، بس يفضل الحار بيديها طعم جميل جدا. وبصراحة انا جربتها بس طلعت تحفة. وهتبل كل الكمية ما شاء الله كده. بكون تبلتها ومعايا زيت سخن، بتنزلي بالبانيه واحدة واحدة. طبعا هو اختراع بانيه الكبدة، طبعا بيغير طعم الكبدة خالص، بيوديكي في حتة تانية خالص، بقى طعمها جميل ومختلف. وهنقليها في الزيت السخن بالشكل ده. ما شاء الله اصبح لونها ذهبي وجميل. هنبدأ نقلبها على الجنب التاني. ودقيقتين اتنين بتكون استوت، ما بتاخدش وقت معاكي. كلنا طبعا عارفين الكبدة ما بتاخدش وقت كتير في التسوية، سواء بتعمليها بالبصل او بتعمليها بالطريقة دي، ما بتاخدش وقت كتير على النار. دقيقتين 3 بتكون استوت معاكي. طبعا احنا كده بنقلي كمية البانيه كلها في الزيت اللي تبلناها وعملناها مع بعض. ودلوقتي هنقدمها. لازم تزيني اكلك بخضرة، بشبت وكزبرة وبقدونس. ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الجمال. ودلوقتي نبدأ نعمل السندوتشات الجميلة اللي تفتح النفس دي بالكاتشب. عايزة تغيري الكاتشب ويكون مكانه طحينة عادي، طعمها في العيش الشامي حاجة تانية. تاكليها مش هتقولي دي كبدة فراخ خالص، دي حاجة جميلة جدا وطعم مميز. والتغيير مطلوب في الأكل، وعامة الأكل فن واختراعات، مش لازم طريقة واحدة بتمشي عليها. لازم تغيري من الطرق التقليدية وتجددي وتنوعي. ما شاء الله، ولا أجمل ولا أروع من كده. شكلها جميل وطعمها أجمل. ولو مش مشتركة في القناة ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدعموني بالتعليقات الإيجابية الجميلة عشان القناة تكبر.
وعشان يوصلكم كل جديد، واللي جاي احلى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.